كلنا طبعا عارفين ان كولر قال ان المهاجم اللي محتاجه معايا وهو جاكسون موليكا. الادارة تفاوضت مع اللاعب مرة واتنين وتلاتة، وبرضك نادي بشكتاش معاند. جدا كولر قال حاولوا معاه بكل الطرق الممكنة، يا اما موليكا يا اما بلاش. طب تعالى كده نعمل مقارنة ثلاثية بين جاكسون موليكا وجيلسون دالا وعلي سماتا. المقارنة دي هتعرفك كل حاجة عن اللاعب، وهنشوف فعلا موليكا مميز عن اللعيبة ديت ولا لا. علشان بصراحة تمسك كولر بموليكا غريب قوي لدرجة ان هو مش شايف مهاجم غيره. قبل ما نخش في الفيديو اتأكد انك عامل اشتراك في القناة علشان نوصل القناة 100,000 مشترك، وفعل زر الاشعارات علشان يوصلك فيديوهاتنا، واخيرا ما تنساش تدعمنا باللايك علشان نستمر في تنزيل الفيديوهات. ويلا بينا نخش في الفيديو. قبل ما نعمل المقارنة هعرفك هتبقى عاملة ازاي. انا هقولك معلومات عن كل لاعب في الاول كده، وانت تقيم في دماغك انهي الاحسن. ونبدأ الأول بأول لاعب معانا وهو جيلسون دالا. ده لاعب أنجولي عنده 26 سنة، بيلعب في قطر وبالتحديد في نادي الوقرة. بيلعب مهاجم، والقدم المفضلة ليه وهي القدم اليمنى. وأخيرا بقى قيمته التسويقية 2.5 مليون يورو. قيمت اللاعب ده في دماغك ولا لسه؟ اللاعب التاني معانا وهو علي سماتا، لاعب تنزاني عنده 30 سنة، بيلعب في الدوري التركي وبالتحديد في نادي فرنبخشة. بيلعب مهاجم صريح، والقدم المفضلة ليه وهي القدم اليمنى. قيمته التسويقية 2.5 مليون يورو. طيب السي في ده اخباره ايه بالنسبة لك؟ تمام قيمته. تعالى بقى نخش لتالت لاعب وهو الاهم بالنسبة طبعا لكولر، وهو جاكسون موليكا. ده لاعب كونغولي عنده 23 سنة، بيلعب في الدوري التركي وبالتحديد في نادي بشكتاش، وبيلعب في مركز المهاجم الصريح، والقدم المفضلة ليه وهي القدم اليمنى. وقيمته التسويقية 4 مليون يورو. تعال نقيم الكام معلومة دول قبل ما نخش على اهم حاجة وهي الاحصائيات. الاول جيلسون دالا السي في بتاعه قوي. ليه بقى؟ لانه لاعب لسه عنده 26 سنة، وقيمته التسويقية 2.5 مليون يورو، ودي مناسبة للاهلي. يعني كل المواصفات اللي الاهلي عاوزها موجودة في اللاعب. طب ايه اللي يعطل الصفقة دي؟ هي ان اندية قطر مش محتاجة فلوس، فاساسا لو اللاعب ده مهم بالنسبة لهم يبقى خلاص الحوار منهي، مش هتعرف انك انت تقنع اللاعب ان هو يجي معاك. طب تعالى نروح على تاني سي في وهو علي سماتا. مشكلته ان هو عنده 30 سنة. هو مش مانع كبير طبعا يعطل الصفقة، هو عادي ممكن يلعب معاك موسمين 3، بس المشكلة ان هو بعد ما يلعب الموسمين 3 دول مش هتعرف تسوقه تاني، لان هيكون سنه عدى 33 سنة او ال 34 سنة. انا شايف ان الاهلي لو حاطط في دماغه ان هو يسوق اللاعب بعد كده يبقى اللاعب ده بره حسابات النادي الاهلي. وتعالى بقى نروح لتالت لاعب هو جاكسون موليكا. الميزة اللي فيه ان هو لسه سنه 23 سنة، بس قيمته عالية شوية وهي 4 مليون يورو، ودي النقطة اللي الاهلي بيتفاوض فيها من سنين. طب تعالى بقى نروح لاهم حاجة وهي الاحصائيات، وتعالى نشوف احصائيات اخر 3 مواسم لكل لاعب علشان نشوف بقى جاكسون موليكا مميز في ايه. نبدأ الاول وكالعادة بجيلسون دالا. في موسم 2021 لعب في البرتغال وبالتحديد مع نادي ريو افي، ولعب معاهم 38 مباراة. قدر اللي هو يسجل 6 اهداف ويصنع 5، يعني اللاعب قدر اللي هو يساهم ب 11 هدف، وده كان موسم ضعيف. اما في موسم 2022 لعب في الدوري القطري وبالتحديد مع نادي الوقرة، ولعب معاهم 28 مباراة. قدر اللي هو يسجل 19 هدف ويصنع 3، يعني اللاعب ساهم ب 22 هدف في 28 مباراة، وده مميز طبعا. اما في الموسم اللي بعده وهو موسم 2023 لعب مع نادي الوقرة، ولعب معاهم 22 مباراة، سجل 15 هدف وصنع 4، يعني ساهم ب 19 هدف خلال 22 مباراة، وده برضك موسم كويس قوي. تعالى بقى نقيمه بسرعة كده. انا شايف ان اللاعب ده ارقامه كويسة وسعره مناسب وسنه لسه صغير. ده تقييمي للاعب، وانت برضك ليك رأيك وقيم اللاعب كده، بس انا هدي للاعب ده 8.5 من 10. تعالى بقى على علي سماتا. في موسم 2021 شارك في الدوري التركي وبالتحديد مع نادي فرنبخشة، ولعب معاهم 30 مباراة. قدر اللي هو يسجل 6 اهداف وما صنعش اي هدف. اما في موسم 2022 راح لبلجيكا الى نادي رويال، ولعب معاهم 42 مباراة، سجل في ال 42 مباراة 9 اهداف وصنع 5، يعني ساهم ب 14 هدف، وده برضه كان موسم ضعيف زي الموسم اللي قبله. موسم 2023 راح الى بلجيكا، والمرة دي مع فريقه السابق جينك، ولعب معاهم 36
36 مباراة، سجل 6 أهداف وصنع هدف، يعني ساهم ب7 أهداف خلال 36 مباراة، وده برضه موسم ضعيف للاعب. يعني اللاعب ده في آخر 3 مواسم أرقامه ضعيفة خالص. تقييمي للاعب بقى هو سعره مناسب بس سنه كبير، وغير كده إن آخر 3 مواسم للاعب سيء، فتقييمي للصفقة هيبقى 5 من 10، و5 دي علشان تاريخه. أنا شايف إن اللاعب ممكن يستعيد مستواه، بس أنا شايف إن الصفقة دي ممكن ما تبقاش مناسبة للنادي الأهلي. تعال بقى نروح لأهم واحد، هو جاكسون موليكا. في موسم 2021 لعب في بلجيكا، وبالتحديد في نادي ستاندر ليج، شارك معاهم في 33 مباراة، قدر له يسجل 12 هدف ويصنع 2، يعني ساهم ب 14 هدف. أما في الموسم اللي بعده هو موسم 2022 اللاعب شارك في دوريين، الدوري التركي والدوري البلجيكي. في الدوري البلجيكي ومع فريقه ستاندر ليج شارك معاهم في 19 مباراة، قدر له يسجل هدفين ويصنع هدف. وراح بعدها الدوري التركي في نفس العام مع نادي قاسم باشا، لعب معاهم 14 مباراة، قدر له يسجل 12 هدف ويصنع 5، يعني اللاعب ساهم ب 17 هدف خلال 14 مباراة. اما احصائيات الموسم كلها بقى بالكاس والدوري، فهو لعب 35 مباراة، قدر له يسجل 15 هدف ويصنع 7، يعني ساهم ب 22 هدف، وده كان موسم مميز لجاكسون موليكا. في موسم 2023 راح نادي بشكتاش التركي ولعب معاهم 32 مباراة، قدر له يسجل 6 أهداف ويصنع هدف وحيد، يعني ساهم ب7 أهداف، وده كان موسم سيء لجاكسون موليكا. طيب تقييمي للاعب، سنه طبعا لسه صغير، احصائياته فوق المتوسطة، وسعره عالي. تقييمي للاعب هديله 7، لانه ما عملش اي اداء في اخر موسم، وسعره كان غالي على النادي الاهلي، 4 مليون يورو، طبعا رقم كبير. تعال بقى لاخر حاجة هنقيمها، وهي الاهداف، او يعني طريقة الاهداف اللي بيسجلوا بيها. عندك مثلا اللاعب جيلسون دالا محتاج مساحات علشان يسجل اهداف، يعني تعالى معايا كده بص على الكام هدف ده، هتلاقي ان محدش بيضغط على اللاعب، تقريبا كده بيضغطوا عليه بعد ما بيخش منطقة الجزاء، واللاعب معاه مساحات كبيرة، وده طبعا مش هيلاقيه مع النادي الاهلي. طب تعالى على تاني واحد وهو سماتا، اللي لاحظته ان اللاعب اكتر اهدافه ان الكرة بتتعمل من العرضية على راسه جول، دي طبعا حاجة كويسة مش وحشة خالص، وكمان مع وجود علي معلول هنستغلها بشكل كويس قوي. وتعالى بص كده على الكام هدف اللي بنفس الطريقة. اما اخر واحد بقى هو جاكسون موليكا، للامانه لاعب كبير ومن غير اي تطبيل. انا وريتك كل حاجه وقلت لك ان هو ارقامه ضعيفه شويه، بس اللاعب جوه الملعب كبير وبيسجل من كل الاوضاع ومن كل الاماكن، يعني برجله ماشي، براسه ماشي، تحركاته كويسه، ولاعب سريع. لو قلت لي مين في المهاجمين دول ينضم للنادي الاهلي، هقول لك جاكسون موليكا. وتعالى كده نشوف الكام هدف دول. تعالى بقى نشوف اخر حاجة وهو التوتال بتاعه مع جميع الاندية اللي لعب فيها. نبدأ بجيلسون دالا، لعب 168 مباراة، قدر اللي هو يسجل 72 هدف ويصنع 28 هدف، يعني ساهم ب 100 هدف. اما علي سماتا فهو لعب 357 مباراة، قدر اللي هو يسجل 119 هدف ويصنع 33 هدف، يعني ساهم ب 152 هدف. اما التالت هو جاكسون موليكا، لعب 131 مباراة، قدر اللي هو يسجل 47 هدف ويصنع 14 هدف، يعني ساهم ب 61 هدف. من رأيك مين هو افضل مهاجم ينضم للنادي الاهلي؟ يا ريت تحط رأيك في الكومنتات. وبكده يكون الفيديو خلص. يا ريت تقدر التعب اللي بنتعبه علشان نجمع لك كل المعلومات دي، وتعمل لايك للفيديو علشان نستمر في تنزيل الفيديوهات، وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الاشعارات، وما تنساش اهم حاجة تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام وتوحد الله. اشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.